السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب والتانية سنة عاملين يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة مع بعض الدرس الثاني من الجبر، درس المسلسلات ورمز التجميع. الدرس ده عند حضرتك هينزل لك، هيبقى فاضل لك إيه؟ 4 دروس من الوحدة الأولى هنخلصهم. هناخد الدرسين بتوع المتتابعة الحسابية والهندسية هناخدهم في حصة لوحدهم، محاضرة لوحدهم هتنزل. المتسلسلة الحسابية والهندسية كذلك في حصة لوحدهم. كده الوحدة الأولى خلصت من الجبر. هيبقى فاضل لك ايه؟ والله التباديل والتوفيق خلاص هنخلصهم كده، الجبر كله خلص. الجبر كله هنكون قفلنا عليه، قفلناه خلاص، قفلنا باب ونركنه على جنب. بعد كده نخش بقى ايه؟ على التفاضل. اللي باقي في التفاضل هناخده، واللي باقي كمان فين؟ في حساب المثلثات ان شاء الله هناخده. طيب اول حاجه معايا بيقول لك المتسلسله ورمز التجميع. طيب ده العنوان بتاع درسنا. هنشوف حالا ايه المتسلسله ديت وايه رمز التجميع، هنشوف كل حاجه حالا. الاول نفتكر كده كان عندي حاجه اسمها الايه؟ المتتابعه. اهو رمز ايه؟ المتسلسله دي هي برضو حاجه جايه من المتتابعه كده. طيب واعرفك ايه ازاي؟ بيقول لك معاك ح ن بتساوي 3 و5 و7 وايه كايه لحد ما انت ماشي، يعني ايه النقط دي معناها لحد ما انت ماشي لما لا نهايه. تمام يعني. طيب قال لي انت تعرف تجيب لي ايه الحد النون بتاعها؟ اعرف اجيبه. ازاي؟ والله كنا بنشوف بقى. والله ديت اهو كل مره بنزود 2، كل مره ايه بنزود 2. كنا بنروح نطبق القانون بتاعنا، اللي كان بيقول لك ايه؟ اللي كان بيقول لك ح ن بتساوي، كانت بتساوي يا عم؟ قال لك والله بتساوي مقدار الزياده. بتساوي ايه؟ مقدار الزياده في نون، مقدار الزياده في نون زائد ح واحد ناقص مقدار الايه؟ الزياده. تمام يا عم، 100 100. طب يلا نطبق، يلا نطبق. قلت لك مقدار الزياده دون، والله احنا على فكره كنا بنرمز لمقدار الزياده دون، كنت بقول لك هنرمز له بالرمز ايه؟ د. تمام. طب الدال دي بقى كانت بتساوي ايه؟ بالدال دي كانت بتساوي اي حد ناقص اللي قبله، اي حد ناقص الايه؟ قلت لك كنت بقول لك على طول كده اي حد ناقص اللي قبله. تمام. مثلا ايه؟ 7 اللي قبلها ايه؟ 5، يبقى 7 ناقص 5 بتساوي كام؟ بتساوي 2. تطلع بالموجب تطلع بالسالب، هاخد الرقم زي ما هو. طلع موجب طلع سالب طلع عفريت ازرق، هاخده زي ما هو. تمام. طيب يا عم يلا يلا. يبقى اهو الناتج طلع كام؟ ادي 2 في نون، يبقى في نون، يبقى 2 نون زائد ح واحد. ح واحد معاك بكام؟ ب3، يبقى 3 ناقص ايه؟ مقدار الزياده اللي هو كام؟ 2، يطلع 2 نون زائد ايه؟ والله زائد 1. تمام يا عم، تمام. فكرتك بديت اهيت، فكرناك بيها. ماشي. طيب الاول برضه عشان كنا نسينا نقول حاجه برضه في الفيديو اللي فات. لو مثلا كان معاك ايه؟ متتابع بالشكل ده كده، ح ن 3 9 27 وانت ماشي ايه هكذا. يعني بعمل ايه؟ كل مره بعمل ايه؟ والله بضرب في 3. كل مره بعمل ايه؟ بضرب في 3. قال لك طالما انت ايه في الحاله دي انت بتضرب صح؟ قال لك قال لك ايه برضه لو انت عايز تجيب الحد النوني. تمام. قال لك كان لها قانون، كان لها قانون. قال لك كان القانون بتاعها ايه؟ قال لك والله ح واحد على العدد المضروب. شوف انا كل مره بضرب في كام؟ يعني كل ما اضرب ايه؟ كل مره بضرب في 3، يبقى العدد المضروب 3 في العدد المضروب، العدد المضروب اس ن. اس ايه؟ اس ن. طب يلا نطبق، يلا نطبق. مش انا هنا كل مره بضرب ايه؟ في 3، يبقى دي ح واحد. ح واحد اللي هو الحد الاول معايا بكام؟ ب3 على العدد المضروب كام؟ والله ب3 في، انا كل مره بضرب في 3 يعني العدد المضروب برضو 3 اس ايه؟ اس ن. والله ال3 تروح مع ال3 يبقى لك 3 اس ايه؟ اس ن. هي دي الحد النوني بتاع المتتابعه بتاعتك. ده القانون بس اللي نسينا نقوله بس فين؟ في الايه؟ الحصه بتاع المتتابعات. طيب يا عم اركن لي بقى دي على جنب، اركن انت بقى على جنب كده. احنا هنخش هنا بقى على طول، احنا عايزين بس ايه؟ نخلص درسنا على طول كده في السرعه، عايزين نخلص. طيب بيقول لك اوجد مجموع الخمس حدود الاولى. عايز مجموع اول 5 حدود، هنجيبهم لك يا عم. اول 5 حدود يعني اروح اجيب ح واحد ح 2 ح 3 ح 4 ح 5 وفي الاخر هجمعهم. طب يلا نشوف، يلا نشوف، يلا نجيبهم. قال لك يلا يبقى ح واحد. عشان اجيب ح واحد يبقى اعمل ايه؟ هعوض عن النون بواحد. والله بص انت معاك اول 3 حدود على طول بقى، انا مش هنروح نعوض، اللي معاك هاته الاول اهو 3. طيب معاك ايه؟ هات ح 2 معاك بكام؟ ب5 وح 3 والله مديها لك اهو ب7. تمام يا عم. طب انا عايز اجيب بقى كمان ح 4. ح 4 هعمل ايه؟ اعوض على النون ب4. طب هروح ايه؟ اقعد بقى اشوف ازود تاني واعمل تاني؟ لا يا عم، عوض على طول في القانون بتاعك. هتعوض على النون بكام؟ ب4. 2 في 4 بكام؟ 8. 8 1 كام؟ 9. الحد الرابع 9. الحد الخامس هتعوض عن النون بكام؟ ب5. يلا يبقى 2 في 5 ب10 1 كام؟ 11. طيب يلا يلا نجمع. هو عايز مجموع الخمس حدود الاولى، يبقى 3 زائد 5
زائد 7 زائد كام؟ زائد 11. يطلع الناتج 26. يطلع الناتج كام؟ 26. تمام يا عم؟ تمام يا عم. طيب قال لك بقى بدل ما احنا هنقعد نجمع ونجيب ونسوي الكلام ده كله، قال لك لا، المتسلسله بقى بتاعتنا هتجمع لنا كل اللي احنا عايزينه، كل اللي احنا ايه؟ كل اللي احنا عايزينه. طيب هنجمع ازاي؟ قال لك يا عم اهو، بص بقى، مش انت هنا عايز مجموع الخمس حدود الاولى؟ قال لك اه. قال لك المتسلسله بتاعتنا بنرمز لها بالرمز ده كده، بنسميها سيجما. بنسميها ايه؟ سيجما. تمام؟ تمام يا عم. بنسميها ايه؟ سيجما. طيب انا عايز ايه؟ لحد الكام؟ اهو اول 5 حدود، يعني عايز لحد الخامس ايه المجموع بتاع ايه؟ اول 5 حدود، يعني اخر كام؟ الحد الخامس. يبقى اخر الحد الخامس هنا بادئ منين؟ انا بادئ من الاول، صح؟ يبقى اهو بايه؟ الره بتساوي 1. اهي الره ديت اللي هي النون، هي النون، بس في المتسلسله بنسميها ره. يعني هي عندك في المتابعه اسمها نون، في المتسلسله بنسميها ره. قال لك طيب هعمل ايه هنا؟ قال لك هنا بقى ايه؟ هتكتب لي المتتابعه، هي عندك بكام؟ 2 ايه؟ نون زائد 1. قلت لك النون بنشيلها في الايه ونحط مكانها في المتسلسله ايه؟ ره. يبقى 2 ر، 2 ايه؟ ر زائد 1. طب وبعدين بس بره بقى هتعوض عن الره بواحد، يعني كده ايه؟ هو عايز لحد الايه؟ الخمسه، يبقى هتعوض عن النون بواحد واثنين يعني الره اسف، بواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. بواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. طبعا في قوانين للكلام دي هنجيبها على طول، انا بعرفك بس المتسلسله جت منين. اهي المتسلسله جت من هنا بقى، المتسلسله جت من هنا ان احنا بنجمع يعني الحدود بتاع الايه؟ المتتابعه. طيب ماشي، احنا دلوقتي بقى عايز تجيب، هتروح تعوض مره عن ايه؟ الره بواحد، يبقى 2 في 1 زائد 1 زائد وهكذا 2 في 2 زائد 1 زائد 2 في 3 زائد 1 زائد 2 في 4 زائد 1 زائد 2 في 5 زائد 1. بس والايه؟ ايه؟ تجمع الحاجات دي وتضرب بقى الايه؟ لو تضربه وتجمع هيطلع الناتج فعلا 6 برضه و20 في الاخر، هيطلع ناتج 26. هي دي بقى جايه من هنا بقى. عرفت المتسلسله جايه منين؟ هناخد بقى كل حاجه الايه؟ هناخد حاجات يعني قوانين للكلام ده حالا، بس بعد ما تتدرب عليه. تتدرب عليه الاول، دي طريقه عامه اللي ايه؟ ممكن مثلا يجيب لك الكلام ده مره يقول لك ايه؟ اوجد ايه؟ قيمه الكلام دون، تمام؟ او قيمه المسلسل اللي قدامك دي بطريقتين، مره هتعمل الكلام دوت ومره بقى بالقانون اللي احنا ايه؟ هنشتغل عليه كمان شويه. اعودك بس على الكلام دوت وبعد كده ايه؟ وده تاخد عليه بعد كده بقى ايه؟ نبدا نشتغل بايه؟ بالقوانين ان شاء الله. طيب يا عم، قال لك اهو ده ايه؟ او عايز، شايف المسلسل اللي قدامك دي؟ عايز مجموع ايه؟ اول 3 حدود. لا بص انت عندك دي كام؟ 3. يبقى انا هجمع اول 3 حدود، مره اعوض عن الره بواحد، مره هعوض عن الره ب2، مره هعوض عن الره بكام؟ 3. طب يلا يبقى دي 1. يلا هتعوض هنا في الايه؟ في اللي هو مديهولك ده، هتعوض عنه مديك ره. يلا يبقى 1 زائد، مره هتعوض عن الره كمان ب2، هتعوض بعد كده عن الره بكام؟ ب3. يطلع الناتج كام؟ والله يطلع الناتج عند حضرتك 6. بس يا عم، ولا اكثر ولا اقل من ذلك، لا اكثر ولا اقل. طيب ماشي، يلا تاني عشان بس ايدك تاخد على الكلام. يعني بيقول لك عايز برضو ايه؟ او مجموع اول 5 حدود عندك هنا اهو. يلا يا عم، مره هتعوض عن الره بواحد، يبقى 3 في 1 ناقص 2 زائد، يلا 3 في 2 ناقص 2 زائد 3 في 3 ناقص 2 زائد 3 في 4 ناقص 2 زائد 3 في 5 ناقص 2، وهكذا بقى ايه؟ لحد ما انت مكمل تحسب وتطلع الناتج بتاعك على الآلة الحاسبة. هو ده الكلام اللي هو عايزه، هو ده هو ده. طب يلا، دي فيها فكرة بقى شوية. يعني انا اهو دلعتك شوية اهو، اديتك ممكن تبقى دي ره تربيع عادي، ممكن تبقى ره اس مش عارف كام عادي، تبقى زي ما تبقى. طيب ماشي، بس احنا القوانين اللي هناخدها للايه؟ للثابته. تمام؟ المتسلسله اللي عندك اللي هتبقى الثابته ايه؟ او اللي هي من الدرجه الثانيه، اللي هنا ايه؟ لها قوانين بس ايه؟ المتسلسله قلت لك اهو من الدرجه الثالثه، من الدرجه الايه؟ الاولى والثابته، تمام؟ والدرجه الثانيه، بس دول القوانين اللي عندنا. نيجي بقى نشوف الكلام ده كده. تعالى واحده واحده يا عم. لما كنت باجي اقول لك هنا في 5 صح؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت متعود بالتنيك تعوض من ايه؟ الره بواحد ب2 ب3 لحد ما توصل لكام؟ لل5 صح؟
كذلك هنا بيبقى بيقول لك ايه، هنا كتب لك نون، هتعوض عن ايه الره بواحد 2 3 4 5 لحد ما توصل للنون، لحد ما توصل لقيمه نون. هل انا اعرف النون بكام؟ لا ما اعرفش النون بكام، اذا الناتج هيطلع فيه نون، اذا الناتج هيطلع فيه نون. مش انا لما باجي اعوض انا اعوض ايه بالارقام لحد ما اوصل لقيمه نون. طب ماشي ماشي يا عم، احنا مكملين هنشوف الحل واحده واحده. ركز عشان المساله عاليه، المساله عاليه عاليه، انا بقول لك عاليه. ركز تعالى معايا واحده واحده كده. بص يا عم، هنا هتعوض مره عن الره بواحد، الره باتنين، الره بتلاته. هنجيب اول تلاته وبعد كده نقوم معوضين عن في النون بالاخر. طيب هعرفك، هوريك كل حاجه اللي احنا هنعملها دلوقتي. يلا عوض عن الره بواحد، هتعوض هنا عن الره بواحد وهنا برضو عن الره بواحد. يبقى يلا واحد على واحد هنا زائد اتنين بكام؟ بتلاته، يبقى دي تلاته ناقص قابلتك سالب، نزل كل حاجه زي ما هتقابلك. واحد على ر زائد واحد، هتعوض عن الره برضو بواحد هنا. يلا يبقى واحد على الاتنين، واحد زائد واحد اتنين يعني. طيب يلا اهو زائد، هتعوض مره بقى عن احنا كده خلاص عوضنا عن الره بواحد، عوض لي تاني عن الره باتنين. يلا عوض هنا عن الره باتنين، يبقى ربع. ما هو هتعوض هنا عن الره باتنين، اتنين واتنين اربعه ناقص، هتعوض هنا عن الره باتنين تلت، وهكذا زي ما انت مكمل كده. يلا هتعوض لي عن الره بتلاته، يبقى واحد على خمسه زائد ناقص. هتعوض لي برضو هنا عن الره بكام؟ هنا برضو عن الره بكام؟ هنا برضو قلنا بكام؟ عوضنا هنا عن الره بتلاته، يبقى هنا برضو هنعوض عن الره بتلاته، واحد على اربعه. زي ما انا زي ما انا ماشي بقى كده، زي ما انا ماشي بقى كده لحد ما اوصل لقيمه نون، لحد ما اوصل لقيمه نون. يبقى هتعمل عوض لي بقى عن الره بنون، يبقى واحد على نون زائد اتنين ناقص واحد على نون زائد زائد واحد. ركز لي بقى قوي قوي قوي، ركز قوي قوي قوي، ركز. بص بقى يا حبيبي، قال انت شايف حاجه؟ مش ده كده لما عوضنا عن الره بواحد، ده لما عوضنا عن الره باتنين، ده عوضنا عن الره بتلاته. ايه اللي بيحصل؟ بص كده، التلت والله من هنا تروح مع التلت اللي هنا، تلت ناقص تلت. الربع اللي هنا تروح مع الربع اللي هنا. لو انا كملت على فكره، لو انا كملت هيطلع هنا خمس سدس ناقص خمس، تقوم الخمس تروح مع الخمس اللي هنا لحد ما اوصل لقيمه معينه. تمام؟ طيب لو كان في حد هنا، الحد بقى اللي هيبقى قبل، الحد اللي هيبقى قبل، بص انا عمال اعمل اهو، ايه اللي متبقي لي هنا؟ والله سالب نص هي اللي فاضله لي هنا اهي، هي اللي فاضله هنا، ما قبلهاش حاجه هتروح معاها. بص الاول من هنا بيروح مع الثاني من هنا، الاول من هنا بيروح مع الثاني من هنا، الاول من هنا بيروح مع الثاني من هنا. ده الاول اهو، تمام؟ ده الثاني، ده الحاجه الاولى، ده اهو، ده الاول وده الثاني اهو. الاول من هنا بيروح مع الثاني من اللي بعده. طيب يبقى الاول من اللي اهو بيروح مع الثاني من اللي بعده، الاول بيروح مع الثاني من اللي بعده. تمام يا عم؟ تمام. كذلك برضو السدس اللي هنا دي هتروح مع الحاجه اللي بعدها. طيب يبقى اخر حاجه بتروح مع اخر حاجه هنا اهو، مش دايما هنا اهو. بص اهو اخر حاجه دي هي اللي بتفضل، اخر حاجه دي هي اللي بتفضل. انما الاول اهو، الاول دوت هيروح مع مع اخر او اسف، قلنا اخر حاجه بتروح مع اول حاجه اهو ده اول حاجه اهو، بيروح مع الاخير هنا. تمام؟ طيب يبقى هنا الكلام ده كده، الكلام ده عند حضرتك ده هو هيروح مع هيبقى في حد هنا قبله، هيبقى في هنا حد قبله، هيبقى في هنا حد قبله. هيبقى بقى الحد اللي قبله؟ هيبقى الحد اللي قبله نفس قيمته بس بالموجب، نفس قيمته كده بس بالموجب، اللي هو يبقى واحد على نون زائد واحد بس بالموجب بقى، ناقص مش عارف ناقص عند حضرتك سدس مثلا. هو هنفترض انا بقول لك هنفترض مثلا ان دول اخر مكان النقط دي كده. انا تنيت نعوض وبعد كده نقط انا ما اعرفش اللي في الوسط كام، لان انا ما اعرفش النون بكام. هنفترض مثلا النون دي كانت ب7 مثلا، هنفترض ان النون دي كانت ب7. تمام؟ اهو انا عمال اعوض اهو. تمام؟ هيبقى واحد هنا على نون زائد واحد ناقص ناقص واحد على 6، تروح السدس مع السدس اللي قبلها، يبقى لك هنا واحد على نون زائد واحد اهو، يروح مع سالب واحد على نون ناقص واحد، يبقى لك هنا واحد على نون زائد 2. وكان فاضل لك فوق؟ سالب نص. يبقى كان فاضل لك فوق؟ سالب نص. يبقى سالب نص زائد بقى؟ واحد على نون زائد 2. يلا يا عم، واحد مقاماتك وجمع، واحد مقاماتك وجمع، يلا
واحد مقاماتك وجمع. بعمل سهم ده يعني عشان لما بنعمل بس بتاع PDF اعرفك يعني ان دي تكمله المساله يعني. تمام اهو. يلا نجمع. يلا واحد مقامات اضرب لي دول في بعض يبقى دي 2 ن زائد 2 طرفين في وسطين يبقى سالب ن ناقص 2 زائد 2 يروحوا مع بعض يبقى لك سالب ن على ايه؟ على 2 ن زائد 2. بس يا عم بس يا عم. وهذا هو كل اللي هو عايزه. هو ده اللي هو عايزه. لان هو هنا عمل ايه؟ معوض لي هنا ايه؟ بنون. مش معوض لي هنا مثلا ب7، مش معوض لي هنا ب5. انا قلت لك هنفترض مثلا ان دي مثلا، قلت لك بنفترض ان دي مثلا كانت 7، انه هنفترض ان النون دي كانت ب7 مثلا عشان بس اعرفك ايه اللي هيبقى وايه اللي هيروح وايه اللي هيفضل. ماشي يا عم. مساله رخمه، المساله رخمه شويه، رخمه شويه. اسمعها تاني لو ما فهمتهاش ارجع ايه شغلها تاني عشان تسمعها. طيب بعد كده بقى ايه؟ دخلنا على القوانين يا عم. دخلنا على القوانين. بيقول لك الخواص الجبريه للتجميع. الثانيه دي كانت الطريقه العامه، الطريقه العامه اللي كله بايه؟ اللي بتاع البصمجه كله بيحل بيه، اللي مش حافظ القوانين هيحل بالثانيه يعني. طيب يا عم نيجي بقى لايه؟ للجزئيه دي. بيقول لك الخواص الجبريه للتجميع. عندي بقى هنبدا نخش في القوانين. بيقول لك اول حاجه معايا، لو معايا متسلسله دي ايه؟ ثابته. ليه؟ اهو دي الف، الف ده عدد ثابت، الف ده عدد ثابت ثابت اي 1 2 3 4 5 عدد. تمام يا عم. قال لك والله علشان ايه اطبق الكلام دون، طبق الكلام ده كده اهو. قبل ما نيجي يا عم نطبقه هدي لك مثلا مثال. نحل مثلا ايه؟ مثال من اللي تحت دول كده ده اهو، او اي حاجه. لا هناخد بس مثال بسيط عشان الارقام هنا كبيره. ادي يا عم الره ب1، هنا 5، في هنا 3 مثلا يعني. عايز ايه؟ عايز اجيب ايه؟ قيمه المتسلسله دي كده. هعمل ايه؟ هجمع اول 5 ايه؟ اول 5 حدود صح؟ يبقى 3. مفيش هنا هعوض بيها. تمام. يبقى 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 صح؟ كتبت الثلاثه كم مره؟ 5 مرات. تمام. فيوم الواد ايه؟ يقول لي طيب مش كده، مش كان عندك حاجه برضو في ايه؟ في اعداد يقول لك الف زائد الف زائد الف، ده حاجه اسمها الضرب المتكرر يعني. تمام. بتساوي ايه؟ يقول لك اجمع ايه؟ الالفات. شوف كم عندك؟ كم الف؟ 3 الف، يبقى 3 في الف بس. شايف دي كده؟ هي دي كده، هي دي كده. مش انا هنا بعمل ايه؟ جمعتها 5 مرات اهو صح؟ يبقى 5 في ايه؟ في 3 ورايح دماغي من الاخر. يعني بعمل ايه من الاخر؟ بضرب الرقمين دول في بعض. بضرب ايه؟ الرقمين دول في بعض. يلا بس لازم عشان اطبق القانون وكل القوانين اللي جايه لازم تكون الري ده هي ب1. الري دي لو مش ب1 ما تطبقش القانون. هنعرف ازاي هنطبق القانون بس بطريقه ثانيه بقى، بطريقه مختلفه. طيب يلا يبقى هنا القانون قال لك ايه بقى؟ يبقى ن في الف. طب ايه؟ بس الالف ده عدد ثابت ما فيهوش اي رهات، ما فيش ره. تمام يا عم. طيب مثال بقى نحل اهو. يلا بقى مثال نحل بقى على طول بالقانون بقى. احنا مش هنقعد نعوض بقى. مش عارف معاك 15، لو مثلا مديني هنا مليون، هو انا اقعد اعوض واجيب مليون حد واقعد اجمع؟ لا انت فاضي بقى، انت فاضي. على طول بقى اضرب لي الرقمين دول في بعض. يبقى اهو الره هنا اتاكد ان الره ب1 واتاكد ان دي ايه؟ ثابته. يعني في هنا رقم بس، ما فيش ره ولا في اي حاجه، هو رقم بس. اعمل ايه؟ اضرب الرقمين دول في بعض. 3 في ايه؟ 15 45. يلا هنا اهو بيقول لك هنا ايه؟ اهو الره بتقول ايه؟ الره ايه؟ بتساوي 1. عندك هنا اهو اضرب لي الرقمين دول في بعض. يبقى 8 في 11 بتساوي كام؟ 88. بس يا عم بس، والله كلام تافه، كل الكلام ده تافه. هنبدا بقى نخش ونعلي الافكار شويه واحده واحده. بعد كده قال لك بقى ايه؟ لو كان معايا بقى ره بس من الدرجه الاولى، ره بس. تمام. قال لك والله هنا لو معايا ايه؟ هنا ره بس اهو، ره بس. شايف؟ ره بس، يعني مش ره مثلا زائد 2، ره زائد 5، ره زائد 7، لا هي ره بس. قال لك والله برضه هنا اهو لازم شوف كل القوانين ايه؟ الره تساوي 1، ره تساوي 1. قال لك والله ايه؟ مثلا لحد مثلا ايه؟ هنجمع لحد الايه؟ النون ده. تمام. طيب قال لك القانون بتاعك هيساوي ايه؟ قال لك هو ده القانون بتاعك اهو بقى. ن في ن زائد 1 على 2، ن في ن زائد 1 على 2، ن في ن زائد 1 على 2.
طيب يلا نحل مثال علشان نفهم نطبق على القانون بتاعنا. يلا. والله كلام كله تافه، والله انا مش عارف اصلا ايه يعني مفيش متعه اصلا هنا، مفيش متعه، كله كلام بصمجه كده، قوانين هعوض بيها وخلاص، مفيش متعه، مفيش تفكير يعني. بس انا برضه هزنقك بتفكير في الامتحان، هحط لك امتحان يعدي من دماغك، لازم ازنقك في الامتحان. طيب يلا نحل السؤال بتاعنا بقى، يلا عشان ايه نشوف القانون بتاعنا. يلا اهو عوض لها، مش هنا كانت النون اهو، مش دي كانت نون اهو، القانون بتاعك اهو، يبقى هنا اهو الرقم ده 10، يبقى 10 في افتح قوس 10 زائد 1 على 2. تمام. والله العشرة مع الاتنين هنا فيها الخمسة، هنا ديت 11، يطلع الناتج كام؟ 55. 55. الكلام ده بيجي من على الآلة الحاسبة؟ بيجي من على الآلة الحاسبة، هوريك حالا بيجي ازاي، وكل الكلام ده هوريك بينكتب ازاي. على فكرة الره دي ممكن تتغير قيمتها زي ما هنشوف حالا، وقلت لك زي ما هوريك في مسائل حالا. طيب يلا نحل. ادي يا عم برضه اهو يلا نطبق القانون. الره بتاعتي بتساوي 1، اطبق القانون بتاعي، يلا نطبق القانون. يبقى 4 في 4 زائد 1 على ايه؟ على الاثنين، هنا فيها الاثنين، على الاثنين هنا فيها الايه؟ اسف، هنا فيها الواحد، هنا فيها الاثنين، دي كام؟ 5. 2 في 5 بكام؟ ب 10. بس يا عم، بس كله كلام سهل وبسيط، مفيش اي مشكله لحد دلوقتي، مش شايفين اي مشاكل. بس اهو القانون بتعوض فيه. طيب بعد كده بقى ايه عندك ر. بص بس قبل ما ننتقل لدي، لو اداك مثلا هنا رقم مثلا، قام راح جاي هنا مديك ايه؟ مديك هنا 2 ر، هتعمل ايه؟ قال لك يا حبيبي بقى ايه؟ شوف لي بقى الايه؟ القاعده بتاعتي بتقول لي ايه؟ قال لك والله عندي قاعده بتقول ايه بقى؟ اهو الف ح ر، تمام، في هنا نون اهو، ادي الر، تقول لي ايه؟ او الر بتساوي الواحد. قال لك الالف دي عند حضرتك هتطلع بره خالص، ادي الف تطلع بره خالص، ارميها في الشارع بره، بتطلع بره خالص هنا. تمام. وبعد ما تجيب القيمه ديت تضرب الناتج في الف. تمام. ر تساوي واحد، ادي برضو النون ح ر بتاعتك. ح ر دي بقى كانت ايه؟ ثابته. تمام. يعني كانت بتساوي ر 5 ر 15، يعني اي ر يعني مثلا. تمام. عندك كانت 3 مثلا، ايا كان الح ر، كانت ر تربيع مثلا، ايا كان يعني ايه الر قيمتها ايه، او الداله ديت ايه من الدرجه الكام يعني. طيب ماشي، يعني ده القاعده بتاعتها، ده القانون بتاعها. طيب يعني هتعمل ايه؟ هنا في 2 ر صح؟ اهو هاتها لي بس تحت هنا لوحدها كده اهو، هاتها لي تحت هنا لوحدها اهو. ادي يا عم اهو 2 ر، هنا في عندك 10، هنا الر بتساوي الواحد. هتعمل ايه بقى؟ قلت لك الاثنين مالها تطلع بره في الشارع، ادي الاثنين تطلع بره في الشارع اهو، مش ترميها خالص او هتشيلها خالص، لا تبقى حمار. اهو ادي الر عند حضرتك بتساوي الواحد، هنا في 10. تمام. طبق لي بقى القانون اللي انت لسه حالا جايبها بكام اهو، انت لسه حالا مش جايب الناتج ده بكام؟ ب 55. يبقى ايه؟ 2 في الكلام ده انت لسه حالا جايبه 55 اهوت، والطريقه قدامك اهي في 55، تطلع الناتج بكام؟ ب 110. 2 في 5 وايه؟ و50. ما رميتش الاثنين، ما رمتهاش او ما خبيتهاش، لا يا حبيبي، بتتناها معاك لاخر المساله، بس انت عرفت بيحصل فيها ايه، بتطلع بره. طيب ماشي. بعد كده بقى ايه؟ لو معايا ر تربيع، قال لك يا حبيبي ده القانون بتاعها. القانون بتاعها ايه يا عم؟ قال لك نون في نون زائد واحد في 2 نون زائد واحد على 6. نون في نون زائد واحد في 2 نون زائد واحد على 6. القانون ولازم تحفظه. طيب نيجي نطبق فيه، كل كلام تافه، بس المشكله بقى تحفظ قانون هتطبق على طول. طيب يلا نطبق. قدامك مثال اهو، بيقول لك عايز ايه؟ مجموع اول 5 حدود عندك، لما برضه اهو الره بادئه منين؟ من الواحد، لازم ان الره تكون بادئه من الواحد عشان اقدر اطبق القوانين بتاعتي، القوانين كلها لازم ان الره بادئه من الواحد اهو. تمام. يلا يبقى دي 5 في 5 زائد 1 في 2 في 5 زائد 1 على ايه؟ على 6. والله دي ايه؟ دول 5 1 6، يبقى 5 في 6 في 5 في 6 في عندك 2 في 5 بايه؟ ب 10، 10 1 11 على 6. الستة تروح مع الستة، يبقى لك 5 في 11 بكام؟ ب 55. بس يا عم ده الناتج بتاعك اهو. يلا نطبق تاني اهو، جات لك اهو
عايز مجموع اول 5 حدود، دي 2 ر تربيع، 2 ر تربيع اهو. هنطبق القانون بتاعنا هنطبقه ليه؟ عند الر اهو بواحد، بس الاثنين دي هعمل فيها ايه؟ هتفرج عليها؟ لا يا حبيبي مش هتفرج عليها، ولا تقول لي ايه نجيب دول وبعد كده نضرب في الاثنين، الاثنين دي هتطلع بره. طلع الاثنين بره اهو، يبقى دي الاثنين. يلا ادي ر تربيع، ادي ما عند حضرتك 5، ادي اهوت الر ايه بواحد. انت لسه حالا جايب اهو، لسه حالا جايب المجموع بتاعهم كام؟ 55 تمام، ولسه حاسبها يعني الايه المسلسله بتاعتك 55، يبقى دي 2 55 تطلع بكام؟ 110. تمام تمام يا عم، كله كلام تافه وبسيط مفيش اي صعوبه لحد هذا الان، مش شايف اي صعوبه. لو انت شايف صعوبه قول لي، يمكن في حاجه صعبه بس انا مش واخد بالي منها. طيب نيجي بقى للكلام ده، ايه يا نهار ابيض ايه ده بقى؟ طب دي كانت ر تربيع، اللي قبلها فيها ر 2 ر، انما تقوم مبوظ الدنيا خالص كده 2 ر تربيع زائد ناقص 3 ر زائد 5 مره واحده كده، مره واحده كده تقوم عامل لي دول كلهم مره واحده. طب ما عادي يا حبيبي عادي، ان شاء الله يكون جايب لك ايه حد. هنطبق القاعده بتاعتي، القاعده بتاعتي بقى بتقول لي ايه؟ القاعده بتاعتي بتقول لي ادي يا عم الر بواحد، هنا عندك نون ح ر موجب او سالب، موجب او سالب تمام. ه ر قال لك اهو، شوف بقى شوف ايه اللي هيحصل بقى، بتتقسم بقى لايه؟ لمتسلسلتين. ازاي؟ قال لك اهو ادي الر برضو بتساوي الواحد، ادي عندك النون ح ر اهو زائد او ناقص ه ر اهو اسف متسلسله اهوت، الر برضو بتساوي الواحد، ادي النون اللي عند حضرتك زي ما هي ما بغيرهاش ما بلعبش فيه اهو، وقوم كاتب الايه؟ الداله بتاعتك الثانيه ه ر. مش فاهم؟ هفهمك. هنا مثلا الاشاره كانت موجب، يعني معاك حاجتين ايه؟ دالتين تمام بتجمعهم مع بعض، او اسف متسلسلتين بتجمعهم مع بعض زي ما قدامك دي كده، 2 ر تربيع ناقص 3 ر زائد 5، هقسمها زي ما قسمنا دي كده، هقسمها. طب يلا نقسم، يبقى ادي اهو ادي الر عند حضرتك بواحد، ادي الخمسه 2 ر تربيع. طب يلا بقى انت عارف بقى ان الاثنين هتطلع من بره بقى على طول، ادي ر تربيع ناقص تمام، عندك دي 3 ر برضه اهو، ادي المتسلسله بتاعتك 5، ما بغيرش الارقام دي اللي فوق زي ما هي. طيب مش في هنا 3 اه، تطلع بره بقى على طول بقى على طول، يبقى لك هنا ايه؟ ر زائد 5، المتسلسله بتاعتك ادي 5، ادي ر بتساوي الواحد، ادي 5. بس يا عم اطبق قوانيني، احل بقى براحتي. يلا نحل، والله انت حلال لسه حل نفس شفت انت الحته دي كده لسه جايبينها فوق، وايه 2 كان الكلام ده ب 55، 2 في 55 ب 110 ناقص 3 في الكلام ده عندك بكام؟ يلا نطبق القاعده بتاعتي. انا كتبت لك دول على طول بس عشان انت لسه ايه عاملها اهو في السبوره اللي قبلها، اهو نفس الايه الكلام، يعني نفس المسلسله هي بنفس الارقام، كان الناتج ايه؟ طالع ب 110. طيب بس هنا ايه؟ 55 بس مضروب في 2 يبقى 110 يعني. يلا عند حضرتك بايه؟ 3 في اهو، يلا احسب لي دول، يبقى اهو ايه عندك هنا ايه؟ نطبق القاعده بتاعتي اللي هي كانت بتقول لي ايه؟ نون في نون زائد 1 كام؟ على 2. نون في نون زائد 1 على 2، يلا يبقى دي 5 في 5 زائد 1 على ايه؟ على 2. يلا نكمل اهو، كمل ديت، يلا 5 في 5 25 اهو، 25 تمام 25. قلت لك لازم تتاكد ان الر هنا بواحد عشان نطبق القوانين بتاعتك، لازم تتاكد الر مش بواحد. هعرفك حالا نشتغل ازاي زي ما قلت لك. احنا على فكره كنا حلينا المساله بس الكاميرا بس كانت وقفت، فرجعنا بس ايه بنعيدها تاني بس لان الكاميرا كانت وقفت، فبنكمل بقى بنعيد المساله تاني بقى معلش. يلا احسب لي دول عند حضرتك، دول هنا ايه؟ يطلع هنا بيبقى 110 بس نزلها زي ما هي، الناتج دول 45 زائد 25. تحسب لي دول عند حضرتك، دول اللي يروحوا مع بعض يبقى لك هنا سالب 20 مع 110، والله يطلع الناتج كام؟ 90. يبقى ناتج ايه؟ 90. يلا نطبق اهو، هنطبق تاني على الكلام ده عشان حضرتك ما تنساش. يلا هتعمل ايه؟ اهو ساعه ما اشوف الشكل ده قسم لي على طول، قسم. يلا نقسم
اهو ادي ايه ر عند حضرتك بواحد 15. هنا ر بواحد هتقسمها في كل مره ر بواحد، ما تبقاش هنا مثلا ر باتنين تقول لي يبقى مره واحد مره اتنين مره مش عارف ايه وتقعد بقى ايه تعمل لي بقى الكلام ده كله. طبعا الكلام ده غلط. الر هنا بواحد تنزل بر ايه بواحد زي ما هي 15 15 زي ما هي. طيب ادي ر تربيع زائد اهو 15 ادي عندك ر بواحد ادي ر زائد واحد تمام اسف اهو واحد هنا عندك 15 ادي ايه ر بواحد. نطبق يلا القانون بتاعنا نطبق يلا. هنا عند حضرتك اما بتروح تحسبها نحسب بقى يلا. ادي نون في نون زائد ايه واحد في 2 نون زائد ايه زائد واحد على 6. ادي عند حضرتك 6. ادي يا عم ايه هنا عندك كام 15 في 15 زائد واحد في 2 في 15 زائد واحد زائد مكملين بقى اهو 15 في 15 زائد واحد على 2 زائد 15 5 فوق ايه 15 في واحد ب 15. احسب لي الكلام ده شوفوا على ايه على الاله الحاسبه بكام يعني. كده يا عم ايه خلصنا كل المسائل من النوعيه دي. هنخش بقى في ايه في جزئيه تانية اللي هي بقى ايه لما نغير قيمه الر لما ما تبقاش بواحد هنعمل ايه. هوريك حالا وهوريك القاعده بتاعتها هكتبها لك. القواعد دي عند حضرتك بتنقلها. حضرتك بتنقل القواعد دي في كشكولك عشان لما تنسى ترجع تاني تبص على القواعد او تبقى ترجع تشغل الفيديو تاني يعني. طيب ماشي يا عم. شوف المساله اللي بعدها اهو اهو ر بسبعة ر بتساوي 7. عايز مجموع اول 23 حد بس هناك كانت الر بادئه من كام؟ من واحد. فكنت اول ما اجي هعوض عن الر ايه بواحد. هنا بقى الر بادئه من 7. طب انا هنا عايز اكتب بالقانون انا هقعد بقى اعوض مره بسبعه مره مش عارف 8 مره ب9 مره ب 10 لحد ما اوصل ل 23. لا طبعا مش هعمل الكلام ده كله. امال هعمل ايه؟ يعني هو عايز ايه؟ من اول الر بسبعه. طيب ماشي هنبسطها دي بس يعني احنا ايه هنبسط ايه دي هنخليها مثلا هنخليها ايه 13 هنخليها 13 نخلي دي 13 وبعد كده هنرجع نعدلها تاني نخليها 23 هنخليها 23 حاجه بس انا بس هخليها 13 بس عشان اوضح لك حاجه بس الاول. بص يا حبيبي تعالى كده اكتب لي كده ايه ادي ح واحد ادي ح 2 ادي ح 3 ح 4 ح 5 ح 6 ح 7 و ح 8 وح 9 وح 10 وح 11 12 وال13 اللي هو عايز مجموعهم يعني ايه زي ما انا ماشي كده لحد ما لا نهايه. بص بقى هو عايز يبدا ايه يجيب بقى من اول فين؟ من اول ايه؟ من اول السابع. عايز نجمع من اول السابع لحد ال13 يعني دول كلهم ايه؟ دول كلهم معايا. طب دول مش معايا. دول ايه؟ دول مش معايا. يعني من الواحد من اول ايه؟ مجموع اول 6 حدود مش ايه؟ مجموع اول ايه؟ 6 حدود مش معايا. انا هنا بادئ من ايه؟ من السابع صح؟ فايه؟ مجموع ايه؟ اول 6 حدود ايه؟ مش معايا. خليك بس فاكر الكلام دوت. تمام. هنا بقى ايه؟ محتاج بقى من اول السابع لحد ال13 بس اول مجموع 6 حدود مش معايا. طيب يلا نكتب بقى القاعده ايه بتاعتها. هو انا لو بقول لك احنا دلوقتي مثلا معانا كيس برتقال معانا 6 احنا معانا 6 كل واحد تمام. الكيس البرتقال ده والله فيه 13 برتقال 13 معانا 6 معانا ايه 6 اشخاص كل واحد ياخد واحده. لما كل واحد ياخد واحده يبقى لك كام في الكيسه؟ والله تقول لي يبقى لي ايه 7. ما هو كل واحد لما ياخد واحده انا معايا 13 ايه برتقال يبقى لك كام؟ يبقى لك 7. تمام. هم 6 كل واحد ياخد واحده معاك 13 يبقى لك 7. كذلك هنا بقى قال لك هنعمل ايه؟ قال لك طب عايز بقى مجموع السبع حدود اللي في الاخر دول. قال لك هتجيب لي مجموع اول ايه؟ اول 13 هتجيب لي ايه؟ المجموع كله اللي هو كام؟ 13. هجيب او مجموع ال 13 حد مش هو عايز لحد ال 13 يبقى مجموع اول 13 حد مجموع ال 13 حد اللي هم معايا هنا اللي هم معايا كانت 23 هجيب مجموع اول 23 حد. هجيبهم ازاي؟ من القانون بتاعي زي ما هوريك القاعده بتاعتك حالا. ناقص ايه؟
طيب مش انا هنا عايز لحد السابع، نقص من السبعه دي واحد، تبقى كام؟ تبقى 6 ناقص مجموع اول 6 حدود بس يا عم. طيب مجموع اول 13 حد كان هتيجي ازاي؟ اهو بالقاعده بتاعتك بقى اللي هي بالشكل ده كده. القاعده بقى بتقول لك ايه؟ هوريك بقى القاعده بتقول لك ايه. القاعده بقى هو بتقول لك الكلام ده اهو. لو معاك هنا ادي نون، ادي الر تقول للالف حيث ألف لا تساوي الواحد. الألف دي ما بتساويش واحد، 2 3 4 5 7 أي رقم غير الواحد. تمام. هنا عندك إيه؟ أيا كان بقى ح ر معاك. قال لك هيبقى الكلام ده هيجي إزاي بقى؟ قال لك أهو، بص بقى ركز معايا. قال لك أهو أدي ر أهو تقول تمام آسف، ر بتساوي الواحد. هنا عند حضرتك نون ح ر ناقص ايه بقى؟ شايف الر ديت؟ هنا بألف صح؟ قال لك هو يبقى ر. ركز بقى، ركز اهو عند حضرتك برضو بواحد، لازم أن تكون بواحد عشان اقدر اطبق القانون. طبعا هنا عند حضرتك ايه؟ برضو ادي الح ر بتاعتك. تمام، ح ر هنا ح ر. طيب هنا بقى هكتب فوق كام؟ قال لي هنا عند حضرتك كام؟ ألف صح؟ هنا بقى يبقى ايه؟ ألف ناقص واحد. زي ما قلت لك هنا كنت بتروح تجي ايه؟ معاك هنا الر ب7 صح؟ هنا معاك الر ب7، قلت لك ايه؟ هتروح تجيب لي اول 6 حدود، هتجيب لي مجموعهم اهو، او هتجيب لي مجموعهم تشيلهم من ايه؟ من مجموع اول 13 حد، من مجموع ايه؟ اول 13 حد. تقول لي طب ما انا ممكن اعمل حاجه، ما انا اقوم رايح جاي طرح دول من بعض ومزود واحد واقوم رايح جاي مطبق القانون. اقول لك لا طبعا الكلام ده غلط، لازم تطبق القاعده، لازم تطبق القاعده اللي قدامك ده، لازم تطبق زي ما هي كده، لازم تطبقها، ما طبقتهاش هتاخد صفر. تقول لي هتتفزلك وتجيبها بطريقه ثانيه، مع انك انا عارف ان انت هتجيبها صح وهتجيبها صح فعلا، بس برضه غلط. ليه؟ لو جالك اختيار اعملها ان شاء الله تعملها بايه حتى. هي على فكره زي ما قلت لك هوريك بالاله الحاسبه على طول وانجز ايه وريح دماغك، بس انا بقول لك اهو، بقول لك من دلوقتي لازما لو هتجيلك مثلا، لو بنفترض مثلا عشان لو جالك امتحان الشهر جابها لك مقالي، لازما تعمل ايه؟ الخطوات وتكتب القانون ده وتعوض فيه. ما عوضتش فيه ما خدتش حاجه، تاخد صفر كانك ما حلتهاش. طيب ماشي، نحل ونشوف، نطبق مسألة. يلا نحل مسألتنا. عندك اهو هنا الره بكام؟ ب7. تمام، وهنا عندك 13. لازم انا اخلي الره دي بواحد، لازم انا اخليها بواحد عشان اقدر اطبق القانون. قلت لك القانون بتاعنا ما يتطبقش غير لما الره بواحد، يبقى دي الره بتساوي واحد عند حضرتك اهو، ره بواحد. يلا هنا كام؟ 13. تمام، عندك هنا 3 ره ناقص ايه بقى؟ ناقص ادي يا عم عند حضرتك ادي الره بواحد، عندك برضو 3 ر. قلت لك بقى هكتب فوق، هكتب هنا فوق ايه؟ هكتب فوق هنا ايه؟ قلت لك ايه؟ شايف الرقم دوت؟ اطرح منه واحد. 7 ناقص 1 بكام؟ ب6 بس اهو. شايف هنا اهو القاعده بتقول لك اهو هنا بايه؟ ر بتساوي الف، بس الالف دي ما ينفعش تساوي الواحد اهو، يبقى هنا الف ايه؟ ناقص 1. تمام يا عم؟ تمام يا عم. طبق قاعدتك، تحل ايه؟ مسألتك، تجيب لي ايه؟ شوف دول بكام، تعوض لي هنا وتشوف لي دول بكام وتشوف لي دول بكام، تطرح ديت ناقص دي يطلع الناتج بتاعك. تمام يا عم. نيجي بقى لايه؟ لاخر حاجه بقى. انا عرفتك الفكره اهوت، لو الر مثلا بتساوي كذا بس هنا مفيش واحد، ده القانون بتاعتك والقاعده بتاعتك وطبقتها لك اهو. ر تربيع 3 مش عارف ايه، هتطبق القاعده بتاعتك زي ما هي، هتطبق عادي جدا مفيش اي مشكله. طيب هنا بيقول لك 2 زائد 1 زائد نص زائد ربع زائد تمن. بيقول لك ايه؟ زائد ايه؟ نقط كده معناها ان هي ماشيه ايه؟ كنت دايما اقول لك النقط دي معناها ماشيه ايه؟ لما لا نهايه، عمال يجمع طول ما انت ماشي لحد ما لا نهايه. لذلك بقى بنقول لك عندك ايه بقى؟ عندك متسلسله اسمها من ايه؟ نوعها يعني ايه؟ غير منتهي. متسلسله غير منتهي يعني ايه؟ يعني هنا كنا مثلا ايه؟ عايز مجموعه 13 حد، لا هيقوم مثلا كاتب لك بدل ال 13 دي ايه؟ ما لا نهايه. يعني عايز مجموع ايه؟ المجموع طول ما انت ماشي بقى لحد ما لا نهايه. طيب ماشي، اسمها ايه؟ متسلسله ايه؟ غير منتهي. زي ايه اهو؟ ادي ما لا نهايه عندك اهو. تمام، قلت لك معنى النقط ديت ان هي ايه؟ تو ايه؟ ماشيه لحد ما لا نهايه. 100 معاك مظبوط. طيب يعني اي حاجه ما فيهاش ما لا نهايه هنا هستبعدها على طول. دي فيها ما لا نهايه ماشي شغاله، دي فيها ما لا نهايه، دي ما فيهاش ايه؟ دي 10 على طول غلط.
10 غلط. اي حاجه هنا اهو معانا النقط دي ان هي ماشيه لما لا نهايه، يبقى انا لازم اجيب ما لا نهايه هنا، لازم اجيب ما لا نهايه هنا. هنا مفيش ما، دي 10 دي 10 مش ما لا نهايه، على طول استبعدهم بقى على طول. ليه؟ لان في نقط هنا معناها ان هي قلت لك ماشيه لما لا نهايه. طب تمام، عايز اعرف دي صح ولا دي اللي صح. هعمل ايه؟ هعمل ايه علشان اعرف ان دي اللي صح ولا دي اللي صح؟ هتروح تعوض لي الاثنين ديت اللي هي اول حد معاك، النص ده ايه؟ اول واحد اسف ده تاني حد، او ايه؟ النص ثالث حد، الرابع ده ايه؟ الرابع، ايه التمن دوت ايه؟ خامس حد. طب انا عايز اعرف الكلام ده ايه جه ازاي. اهو هوريك حل، هتروح تجرب، هتجرب الاختيارات. جرب ليه؟ انت على طول استبعدت اثنين، فاضل لك اثنين. يلا هنا عوض لي عن الره بواحد عشان تجيب اول حد. اما تعوض لي عن الره بواحد يبقى نص ايه؟ اس واحد بكام؟ نص اس واحد بنص. هل ان ايه؟ هل هنا اول حد بنص؟ لا، يبقى دي غلط. هي فعلا دي الصح، بس برضه لازم تجرب. افرض جابهم لك كلهم ما لا نهايه، اوعى تقول لي ان اول حد ايه. انت ممكن مثلا تجرب هنا، انت ممكن تجرب هنا، ممكن تجرب هنا يطلع عند حضرتك هنا ايه؟ اول حاجه معاك باثنين، بس لما تيجي تجيب تاني حد ما يطلعش معاك. مش اوعى تجرب عمرك اول حد بس، لازم تجرب اول ثلاث حدود، اقل حاجه اول ثلاث حدود. هات لي اول ثلاثه طلعوا هم، خلاص هي دي الصح. ما ايه؟ ما تجيبليش بقى اول حد تقول لي خلاص هي جابت اول حد يبقى على طول هي الصح. لا طبعا يا حبيبي، لا طبعا مش شرط، لان ممكن اديك حاجه تجيب لك برضو اول حد صح، ممكن تجيب لك اول اثنين صح والباقي غلط. لازم تتاكد ان اول ثلاث حدود تمام لما تيجي تجرب هم فعلا اللي معاك هنا. يلا عوض هنا عن الري بقى بواحد. يلا واحد ايه اهو، يبقى واحد ناقص اتنين كام؟ سالب واحد. يبقى نص اس سالب واحد بكام؟ والله نص اس سالب واحد عندك، والله نص اس سالب واحد بكام؟ باتنين. اهو الاس السالب بيعمل ايه؟ بيشقلب بس، يبقى 2 اس واحد. تمام، يعني 2 اس واحد. طيب ماشي، يبقى اللي هي باتنين فعلا اول حد معاه باتنين، بس انا مش هختارها على طول، لا انا ايه بكمل. عوض لي هنا يلا يا ابني عن الره بكام؟ اهو هتعوض لي هنا عن الره بكام؟ يلا عوض لي عن الره باتنين، يبقى 2 ناقص 2 كام؟ صفر. ونص اس صفر، اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد. يلا عوض لي هنا عن الره بكام؟ بتلاته. 3 ناقص 2 كام؟ 3 ناقص 2 واحد. نص اس واحد بكام؟ بنص. فعلا اول ثلاث حدود 2 واحد ونص، يبقى فعلا هي دي الاختيار الصح. هو ده فعلا الاختيار الصح اهو، ده الاختيار بتاعك الصح اهو. تمام يا عم، تمام يا عم. بقى عند حضرتك بقى ايه؟ مساله لحضرتك زي ما احنا ايه متعودين، طبعا لازم نسيب لك مساله في الاخر كده، بس حضرتك لو مش هتحل قول لنا ما تحلش واحنا ما نسيبلكش حاجه، يعني نحل احنا. بس انتوا اللي طالبين سيب لنا مساله عشان نحلها، وفي الاخر نسيب لك. وفي الاخر ايه؟ الناس اللي بتحل في ناس بتحل طبعا وبتبعت لنا تمام، بس ما بتحلش طبعا في التعليقات، لا بتحل وتبعت لنا احنا على ايه؟ على الواتس. يا حبيبي عادي حل تمام، ونزل عادي قول الاجابه هتبقى كذا، الف ولا باء ولا جيم ولا دال. لما جينا نسال الناس قال لك لا، طب ما انا هقعد احل خطوات. انا اديتك اختيارات اهو، اديتك الاختيارات بتاع المساله، هتقول الاجابه الف او باء او جيم او دال، او كذا اكبر من كذا او كذا اكبر من كذا او كذا اكبر من كذا. طيب ماشي، اقرا لك السؤال بس عشان لو مش واضح عند حضرتك. بيقول لك الف متسلسله بتساوي تمام سمشن الايه؟ الرمز ده بينطق سمشن تمام. طيب او سيجما يعني. هنا 100 ايه؟ عندك هنا ر بتساوي 1 ر. طيب صم ايه؟ هنا برضه اهو عندك وفي بقى ايه؟ ده اول حاجه معاك ايه؟ اول متسلسله معاك. المتسلسله الثانيه عند حضرتك اهو ب بتساوي 101، هنا ر بتساوي 2 للايه؟ للر. عايز برضه هنا سمشن تمام متسلسله ثالثه خالص جيم، هنا جيم اهو بتساوي جيم عند حضرتك بتساوي اهو سمشن ايه؟ عندك هنا ايه؟ عندك هنا ر، دي ر بس، هنا 99 هنا ر بتساوي 1. يلا بيقول لك فان الف تمام الف اصغر من ب اصغر ايه؟ والب اصغر من الجيم، ولا يا ترى الالف اكبر من ايه؟ من الجيم واقل من الب، ولا الجيم اكبر من الالف واقل من الب، ولا الب اكبر من الجيم وايه؟ واقل من الالف. حضرتك هتحل تقول لي اختيار الف ولا ب ولا جيم ولا د، او تقول لي ايه؟ انهي واحده اكبر من ايه؟ دي اكبر من دي، دي اكبر من دي، اكبر من دي. هتحل لنا عند حضرتك الايه؟ السؤال، وتكتب لنا الحل في التعليقات زي طبعا ما انتم متعودين. الايه؟ الشرح بينزل ان شاء الله على اليوتيوب، والحل طبعا على الايه؟ المنصه ان شاء الله. وعندك برضو في ارقام عند حضرتك، ده رقم اهوت للاستفسار عند المنصه. عند حضرتك برضو لو عايز تطلب الكتاب بتاعنا الرقم دوت ايه؟ على الواتس. ده عند حضرتك اهوت رقم ايه؟ الواتس. عايز بقى تستفسر ايه عن اي حاجه يعني تطلب الكتاب بتاعنا تمام. ايه الكتاب هيوصلك، مش ملزمه PDF، لا هو كتاب هيوصلك لحد البيت يعني.
كتاب عاملينه لك مجمع ايه امتحانات شامله ان شاء الله، يعني عاملين لك احنا طبعا زي ما قلت لك كتاب التطبيق وكتاب البحث في كتاب واحد يعني. اهو الرقم لو عايز تسال عن المنصه او اشتراك المنصه او اي حاجه على الرقم ده ان شاء الله على الواتس. وبرضه ايه في عند حضرتك برضه جروبات تليجرام بنسيب لك اللينكات ايه اللينك بتاعها ان شاء الله ايه في لينك الايه الوصف بتاع الفيديو، تقدر تخش عند حضرتك جروب التليجرام او جروب الفيسبوك والصفحه بتاعتنا بتاع الفيسبوك ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.